بتفوت ورا منا نزع منا 1100 هي تعمله ب 1000، هذا شيء سهل. بس الخطير وين؟ البرودوي ديالو اللي هو فيه فورمول واللي هم كاسبين ما فيه فورمول. عم بيبيعوه البلاك البروتين بده حراره قاصره، شوفوا المعلومات الخايبه على ود ما ينكشفوا على البروتين ديالو. طيب انت حر تبيعه بدرهم، بس مش حر انت بتعطي معلومه خاطئه يمشي فيها اجيال. شو قد هذا الشيء؟ هذاك السيد شو عمل؟ اخونا جاب 500 تمر معه، باع اول شيء الاورجينال وهو بزيت وعمل الكوبي، بيقول لك تاخذ من عند الاورجينال بالسوق كوبي. طب علاش ما انت تروح تتشكى عليه مثلا بالبارفيومير من الراس موجود البرودوي وانت قاعد مكتب؟ هل يعقل واحد صاحب براند ما بيبعت معاون قضائي على بارفيومير واحد؟ فاذا انت شريك. هالاستراتيجيه مين عملها؟ 99% من الشركات اللي سمعتوهم من قبل كان مزيان ده بتبدل، ما كاينش هالهضره، نحن 5 سنين ما تبدلش عندنا. علاش بيعملوا هذا الشيء؟ دابا انتم محطوطين امانه للاجيال اللي بعدكم. لانه في ربح مهول، ربح مهول. البروتين الكوبي بيكلف على الوفير 50 درهم. لما بيطلع الثمن اول ما بينزلوا الاورجينال 5000 درهم بيبيعوه، وبعد سنه من بعد ما يعلي الشهاده دياله بيبيعوا لمين؟ بالرخص. هو كيف بيرخص البرودوي؟ هذاك السيد اللي هو كان حاط الثمن ب 3000 4000 هو ذاته بيبيعه للبارفيومي ب 500 درهم. بس بيقول له بشرط تاخذ من عندي 1000 قرعه. بهذه الضربه بيبيع 10000 قرعه بروتين للبارفيومي، البارفيومي هو اللي بينزل السعر مش صاحب الشركه. علاش؟ اذا نضرب نحن 10000 قرعه بروتين، اذا الربح فيها 100 درهم قديش عنده ربح؟ لذلك شو بيعملوا؟ بيعلوا اسم ماركه بتطيح، بيرجعوا بعد سنه بيطلعوا ماركه جديده بتطيح، ترجع ثالث سنه يعلوا ماركه. لما ينكشف انه هذاك البرودوي مش هو الاول، ما هن جابوا كميه محدوده. يعني على سبيل المثال هلا عندنا نحن صاحبه الشركه موجوده على ضيفه، هن شو بيعملوا؟ اول ما بيجيبوا البرودوي بيجيبوا صاحبته كونترا معهم وبيسجلوه بوزاره الصحه بس لمره واحده، بعدين بيعملوا عليكم. هذا الشيء مين بيقدر يحاربه؟ انا؟ الدولة؟ والله لا. اللي بيحاربوه انتم. لانه ما فيك وفار تشكى على شركة بالكلام اللي هو بينحكى له.